في الحلقة السابقة من ابنة المعلم، بعدك عراري؟ نعم، تيطلع نبيل من الحبس. بس نبيل يمكن ما يطلع إلا بعد سنين. ما بصدق رح يبقى نبيل سنين بالحبس؟ أنا بلا حضر دروس الحساب لأمال من يوم طالع. فتش على أساس ثاني. أكيد انتهت المعضلة. عجبتك خبرية نبيل ابن المعلم؟ شو بو طلع بيتعاطى مخدرات. ليه طلبتيني؟ تاخذ رأيك بالموضوع. ومن أيمتى إلي رأي بهالأمور؟ ما رح اسمح لها تهدم لك مستقبلك كله الا هيدا. كل اللي عملته لهلا عملته كرمالها، ضيعت كل هالسنين كرمالها بسببها. ما بقى رح نروح على الجامعة، أنا ما بحب الأدب العربي. رح تحبيه غصب عنك. قررت ترفع مستوى التعليم مدرستها للمستوى الثانوي، ورفعت التقرير للمدير العام ورفض طلبك شكلا ومضمونا. بدي اقابله شخصيا. عرضت عليها تشتري المدرسة بنص مليون ليرة. ايه نعم، ما خبرتيك؟ المدرسة ما رح تنباع وأنا عايشة. رح خليهم يمضوا على مذكرة يطالبوا فيها بحقهم وحاجتهم لمدرسة ثانوية. صدقيني انت ما دخلك بهالموضوع، القصة بيني وبين ماي. فإذا كان المفروض بقية بينك وبينها، لأنه كرامتي لا على حسابك ولا على حسابها. بدي اياك بس تزور ابراهيم بيك وتمضيه لاني ما بدي اشوفه. بدي اياك تزور زياد عبد الله لأنه ما بدك تشوفيه. لو سمحت. طلع من بيتي. ما رح استسلم. الزلمه قال لازم نترك الذهب بمطرحه، الوقت مش مناسب لنا. طيب وقديش بدنا ننطر؟ ما تستعجل يا امين. وانت كمان رح تمضي ولا حتطردني من بيتك؟ رح امضي، بس بشرط. شرط؟ شو هو؟ تيجي هي تطلب مني شخصيا. اذا كان حابب يشوفني شخصيا ما رح اكسف. مساء الخير. اهلا يا بنتي. الظاهر نحن بحاجه لحكيم ديناني بهالبيت. انا ما رح امضي. تمضي على شو حبيبي؟ على اللائحه. لحسن الحظ اسمك مش موجود. ان شاء الله يكون اسمي انا كمان مش موجود. بالعكس
اسمك بأول الليحة. مش رح أمضي، ما رح كون غبية مثل بنتي. سمر، ما في لزوم أسألك السؤال. هاتي يا بنتي، أنا رح أمضي. ليه ما بتبيعي المدرسة وبتخلصي من هالمغامرة الخطيرة اللي عم تهددنا كلنا بالإفلاس؟ بيع؟ إبراهيم باك زارنا اليوم الصبح. بيع المدرسة؟ ليه لا؟ ليه لا؟ أنا بدي بيع. أنت خرسي، المدرسة مش للبيع. شيلوا هالفكرة السخيفة من راسكم. فكرة سخيفة؟ إذا بدنا نبيع المدرسة بنص مليون بدل ما نعيش بالديون؟ نعم، لأنه المدرسة منا عمل تجاري بقدر ما هي مؤسسة إنسانية تربوية. لما بتحطوا هالقناعة بعقولكم المادية بتصير القصص واضحة بيناتنا. بانتظار هالشي رح تمضوا على الليحة إذا بدكم تضلكم عم تاخدوا مصاري. مش رح تتجرأي وتحرمينا من المصاري. المعلم وكمال عطيونا الحق على القليلة، وأنا مستعدة أرفع دعوة ضدك إذا خالفت القانون. القانون بنص على أني أعطيكم حقكم من الأرباح، بس المدرسة ما بتعطي أرباح من أكثر من 4 سنين، وفي أثبت هيدا الشيء. حقيرة لهالدرجة؟ ليه حماتي؟ حرمتك أنا من شي رغم الخسارة؟ شعرتي شي مرة معي وأنا غرقانة بالديون؟ أنا ماني مسؤولة عن ديوناتك. فكرة تكبير المدرسة مش فكرتي. وأنا ما طلبت منك تتحملي المسؤولية، رغم إنه من واجبك تتحملي معي الخسارة، لأنه لما أربح أكثر رح تشاركيني بالربح، أو صرتي فجأة ست أنوعة. أنا ما بدي غير حقي من مال ابني. وأنا بدي أتحرر منك ومن استبدادك. وأنا بدي مدرسة المعلم تضل مؤسسة إنسانية تأمن العلم لكل طالب علم. شفتوا كيف؟ ما أنا ما رح في أرضيكم كلكم، وحتى ما تقولوا إني عم ميز بيناتكم، قررت أرضي الأكبر سنا. ست نظيرة، رح تمضي أو بتستغني عن الخياط والكوافير؟ سمر، انت بنت المعلم، ما تنسي هالشي ابدا، وما تفكري انه المال رح يحررك. العلم وحده بيحررك، مش بس مني، من كل القيود. أنا فخورة فيكم. ستة، انت بتعيطي وبتحكي من ورا ظهرها وبترجعي بتنفذيلها اللي بدها اياه بالنهاية. شو في يا عامر؟ ما سمعتيها شو قالت؟ أنا ما كنت رح أمضي لو طلبت مني. كانت رح تجبركم مثل ما جبرتنا. ليه مش هي اللي ماتت بدل بيي؟ ليه؟ سهى، انت السبب. انت اللي عم تزرعي لها الافكار السوداء براسها عن امها. لاني ما بدي اياها تطلع بلا شخصيه مثل غيرها. سهى سهى، تيتا ليه ما بتحبنا امي؟ كيف ما بتحبك؟ ما هي كل اللي عم تعملوا كرمالكم. ليه عم تقول هيك؟ هيك كلهم بيقولوا. كلهم غلطانين. امك بتحبنا كلنا، ولا دايما بتقصصني. بتقاصك لأنه بدها إياك تكون عاقل ومجتهد تتكبر وتصير أحسن رجال بالدنيا.
ما كون جيت بوقت غير مناسب. ما كنت منتظرك بهالسرعة. متأسفة إذا خيبت لك ظنك، بس أنا مستعجلة. ما جيتي تسلمي علي رغم حكي الناس، بس جيتي لما تعلق الأمر بالمدرسة، ها؟ جيت بناء على طلبك. تسمح تمضي؟ شكرا. تصبح على خير. مي تفضل. الوقت متأخر وبعد عندي زيارات كثيرة. بترجاكي بدي احكي معك. عن شو؟ عن اشياء كثيرة. ما فيي. ليه؟ لأنه ما في لزوم. مي من شو خايفة؟ تصبح على خير. مي تصبح على خير. مي بترجاكي. ما بدي احكي معك. ما بدك تفهم انه ما بدي احكي معك. ماني بحاجه للكلام معك. انا بعرف شو عملت، مش ناطره تقلي اياه وما بدي تقلي اياه. بدي نكون مثل اي شخصين عاديه من هالضياع، وما بسمح اطلاقا انه ننبش الماضي. انا كمان بدي انبش الماضي. بدي اقول لك اني ما نسيت جميل المعلم علي. بتمنى تعطيني فرصه اني رد هالخدمه، وانا مستعد لاي مساعده بتحتاجها المدرسه. شكرا للتوجيه. سمر، اعطيها المكتوب لنبيل لما بتزوريه. رح زوره اليوم ورح اساله اذا بيقبل يستقبلك. كل اهل الضيعه رح يمضوا. ما حدا رح يمضي. ابني عزيز انبسط كثير لما عرف انه رح يقدر يرجع على المدرسه. عزيز رح يتعلم بأحسن المدارس بكرة لما بتقبض حصتك من المال. بس هلا ما في يقول له هيك، رح ينصدم إذا عرف إنه أنا رفضت أمضي. بعته يتعلم بالمدينة. من وين؟ يا أمين، أنا رح أعطيك مصاري لبينما تكون تحسنت أحوالك. ممنونك إبراهيم بيك، يعني صراحة جميلك صار فايدة علي. لا، أنت ذكائك ثروي ما بتتقدر بثمن، وأنا بقدر الذكاء. أخجلتني إبراهيم بيك. اسمع شو بدي أقول لك يا أمين. نعم. بدي إياك تبرم مع كل أهالي الضيعة وتقول لهم إني مستعد أدفع 1000 ليرة لكل شخص بيرفض يمضي. 1000 ليرة؟ ورح تدفع؟ وكيف لقيت طبعا. بس المختار ما رح يقبل. المختار اتركه علي. بقدر ما شرفتني زيارتك، بقدر ما فاجأتني. بالحقيقة يا مختار أنا قاصدك بخدمة. ما بعز عنك إذا قدرت. طبعا سمعت بالمشروع الجديد اللي ناوي تعمله الست ماي. هي بعد ما اجت لعندي، بس كل أهل الضيعة عم بيحكوا بالموضوع. وإذا اجت لعندك رح تمضي؟ إذا الست ماي بدها إياني أمضي طبعا رح أمضي. وإذا طلبت منك ما تمضي يا مختار؟ نعم؟ هالست مجنونة. مدرسة ثانوية بضيعة صغيرة ما سمعتها بحياتي. هيدي ست عظيمة عم تعمل المستحيل تتأمن العلم لشباب الضيعة. يا مختار ما تكون عنياتك، هالمرة بدها تتاجر فيكن وبولادكن، أي علم وأي ثقافة. هلا أنت متعلم يا مختار؟ لا. اطلع بحالك ما شاء الله، رجال ملوى تيابك، شو ناقصك؟ الأيام تتغير. ايه بس أنت بتبقى الأقوى، المال أهم من العلم. اطلع فيي وبالمقابل طلع بعماد وغيره من الشباب المتعلمين.
انتوا بتعرف قديش في شباب متخرجين من الجامعات قاعدين ببيوتهم لا شغله ولا عمله، والمحظوظ فيهم انجا يلاقي وظيفه بمعاش بسيط بعد كل هالسنين من التعب والدرس والسهر وتضييع الوقت. يمكن معك حق، بس انا شو بخسر اذا مضيت؟ شو رح تخسر؟ رح تخسر اولادك مثل كل الاهالي الضيعه، رح تخليهم يعيشوا بالاحلام والاوهام. ابنك السنه بياخد الشهاده التكميليه، ما هيك؟ نعم، وبنتي كمان. وشو رح يعمل اذا الست مي ما قدرت اخذت الرخصه؟ ما بعرف، رح يفتش على وظيفه. اما اذا الست مي اخذت الرخصه رح يطلب منك ترجعه على المدرسه. طبعا. وانت ما رح تقدر ترفض له هالطلب. ولا بدي ارفض له الطلب؟ لا، لانه رح يضيع 3 سنين من عمره. من شان شو؟ ماشي. ما الشهاده التكميليه مثل الشهاده الثانويه بالنسبه للوظيفه. يا مختار انت بتشتغل عندي بالمعمل وبتعرف اني ما بميز بين حامل شهاده فلسفه وشهاده تكميليه، فلا شو الشباب يضيعوا وقتهم على الفاضي. ولا انت مهتم بهالموضوع؟ بالصراحه يا مختار بدي ارض المدرسه للمشروع اللي ناوي اعمله. هالمشروع راح ينعش الضيعه كما وانه راح يقدم فرص عمل لكل شبابنا بشهادات وبدون شهادات. ما فينا نلغي المدرسه من الضيعه يا ابراهيم بيك. هلا اذا الست مي هالقد حريصه على مستقبل الشباب تقدر بثمن المدرسه اللي راح اشتريها منها تبني مدرسه جديده. اما المدرسه الحاليه موقعها اساسي وضروري لنجاح المشروع. ويا مختار بدي الفت نظرك لشيء كتير مهم. هالمشروع عم حضر له من سنين وسنين وما رح اسمح لحدا يمنع تحقيقه، واللي بيجرب رح اعتبره عدوي. هيدا تهديد يا ابراهيم بيك؟ لا حاشا اني هددك يا مختار، بس عم بلفت انتباهك. شاي يا ابراهيم بيك؟ بالافراح ان شاء الله. ايه نسيت اقول لك يا مختار، في وظيفه كتير منيحه ناطره فوزي بعد ما تنتهي السنه المدرسيه. السلام عليكم. شو في؟ نتيجة اللي قاله ما بده ياني امضي مع مي سلامه. ورح تمضي؟ طبعا، انا ما بحب التهديد. ويمكن يطردك من وظيفتك. خليه يطردني. لا دخيلك يا مختار، بترجيك ما توقف بوجهه، مش من مصلحتنا نعيديه. ومن عادي مي سلامه؟ ما بعرف. على كل حال مثل ما اجى زارنا هيدا يعني رح يزور غيرنا، واذا كلهم رفضوا يمضوا بيفرض المشروع بدون ما تسود وجهك لا مع الست ماي ولا مع ابراهيم بيك. عماد بعد ما اجا ما بده يمضي، خايف عليكي. خايف علي وزعلان مني؟ يمكن تناسوا. طيب روح انت يا جميل مع الليحه على الضيعه. هلا بيكونوا باشغالهم. انت بتعرف مين رح يكون بالبيت او انك فجاه صرت غريب عن اهل الضيعه. حاضر حاضر. جميل، بدي اياك تمرق صوبهم واحد واحد بيت وبيت، وما بدي تنسى حدا، وما ضروري ترجع اليوم على المدرسه، ما رح احتاجك. قولي عليك الامان. ما رح اقولها. من حسن حظك. ما بصدق انك ما مضيت. انت كنت دايما معها وضدنا، وبالنتيجه كلنا مضينا الا انت. وليه قبلت؟ ليه قبلت؟ حطتني قدام الامر الواقع. بعدين امضائي او عدمه ما راح يغير شيء من الموضوع. كل اهل الضيعه راح يمضوا، ليش تسود وجهي معها؟ اجت الانسه امان اليوم؟ بيت بصفها. مضت هي كمان؟ ليش بتتجرأ ما تمضي؟ صباح الخير. استاذ عماد بتتفضل شوي على مكتبي؟ الصف بيبدا بعد 5 دقايق. مدام نبيله اعمل لي معروف خدي مطرح استاذ عماد تكين رجع. توقيع مبارك. ما رح امضي.
رح تمضي. ما رح اقبل. عماد، إذا كنت زعلان مني أنا فعلا متأسفة، لأنه ما بدي أخسرك كصديق، ومع هيك ما بقدر أعمل شيء بالنسبة لهالموضوع. بس ما رح أقبل منك إنك تستغل مسألة بتخص المدرسة ومصلحة التلاميذ تنتقم مني. انت مفكرة انه عم برفض امضي لانتقم مني؟ نعم هيك بفكرة. ايه غلطانة بتفكيرك فإذا، لأنه لو بدي انتقم مني كنت مضيت. فإذا بدي إياك تنتقم مني. ما رح أقبل، وما رح وقع بإيدي على حكم إعدامك. أنا سعيدة بخوفك علي. هذا بيعني إني بعد ما خسرتك كصديق. معي حق بظني هالمرة؟ منك مضطر تجاوب. معي. قولي إنك ما استغليتيني. استغليتك؟ مشان هيك زعلان مني؟ كيف بتفكر هيك؟ أنا استغلك؟ هيك بيوحي صمتك كل هالسنين. عماد، أنت صديق عمري. أنت الذكرى الوحيدة الحلوة الباقية من أيام طفولتي وشبابي. أصحابي هوليك مجرد أسماء ووجوه مرت بحياتي. جميل مثل بيي، والبي ما بيحل محل الصديق. أهلي بيعتبروني جلاد. حتى زياد بتعذبني ذكراه، لأنه جرحي اللي لازم أيامي كل هالسنين. عماد، أنا مستحيل استغل حبك إلي، لأنه ما بدي أخسر صداقتك، ولأنه أخلاقي بتمنعني. ما كنت مفكرة أني رح كون مضطرة بيوم من الأيام أوقف بمحكمة قدامك ترد عن نفسي تهمة سوء النية. طيب، ما خسرتيني كصديق، بس مش رح أمضي. وأنت مش أذكى من بيك وجوزك. لو شافوا إنه هذا المشروع ممكن ينجح كانوا عملوه هني. بيي مات من 15 سنة وفي كتير أمور تغيرت من هيداك الوقت. وكمال؟ كمال مات لأنه بيخاف من عملية جراحية، من شكة إبرة، من مقابلة طبيب. ما رح فيكي تقنعيني. عماد، ما تعاند. المدرسة رح تصير مدرسة ثانوية حتى لو رفضت، ورح تشاركني بحلوة وبمرة حتى لو رفضت. ساعتها بيكون ضميري مرتاح. رح عينك المدير المسؤول عن المرحلة الثانوية، لأنه مستواك العلمي بيسمح بهالشي. مستغني عن هالمركز. بزيد لك معاشك. شو ما بتستسلمي أبداً؟ قلت لك ما رح أمضي. كيف بقدم مذكرة للدولة وأهم أستاذ عندي ما رح يمضي معي؟ ما تقدميها. عماد. نعم. غيرت رأيي. أنت ما بتستحق أمل. وليد، طلع هالمربين على تدخيتي. حاضر. استغل وجودي بالدكان قد ما بدك، لأنه الشكلية الجاي رح تكون لوحدك. بعدك مصر ترجع على المدرسة؟ ما راح استبدل دكانك فيها. بس بعد ما دفعت لها قسطها السنة الماضية. شو ناطر ما بتدفعه؟ ما بقدر ادفع قسطك وقسط اخوتك. هيدا موضوع ما بيخصني. أنا عم بشتغل معك بالصيف تدفع عني بالشتي. كنت متأمل إنه تستلم الدكان عني وعن أمك بالشتي. متأسف. أنا مستقبلي بدي إياه بالفضا، مش بدكانك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شو بو وليد؟ كنا ارتحنا من قصة المدرسة وإلا لنا عقل، وقلنا بيستلم الدكان عنا. وعرف بمشروع الست مايو وغير رأيه، ما هيك؟ بده يعمل شوفير طيارة. بالماضي قنعته إنه ما بقدر ادفع مصاريف الطرقات والإقامة بالمدينة، واقتنع. بس عاد عرف إنه بيقدر يكفي دراسته بالضيعة، ركب المشروع براسه من جديد. وانا عندي نفس المشكله. عليا كانت اقتنعت تتجوز سلها بالميكانسيين، بس لما سمعت بالقصه غيرت رايها وفسخت خطبتها وقال بدها تكفي علمها. ما بعرف اذا الست ماي معها حق بهالمشروع. طبعا ما معها حق. هيدا مشروع خطر وراح يضيع الشباب. انت يا سعيد قدرت تقنع ابنك قبل هلا يقعد بالدكان، بس اذا اخذ الشهاده الثانويه رح تقدر تقنعه؟ رح يتكبر عليك وعلى دكانك، وعليا رح تتكبر على سلهب لأنها رح تصير متعلمة أكثر منه. وشو رح يتغير بعد 3 سنين؟
رح تقدر تدفع مصاريف إقامة ابنك بالمدينة؟ رح تقدر الست مي تفتح مدرسة لتعليم الطيران بالضيعة؟ والله كلامك مظبوط. اسمع يا سعيد، وانت يا ست وردي، أنا بعدني جاي من عند إبراهيم بيك، وهو متأمل من زمان إنه الست مي تبيعه مدرستها تيبني عليها مشروع بينعش المنطقة وبيأمن شغل لكل شباب الضيعة، كما وإنه بيستقطب بشر من كل البلاد. بيزيد الشغل بدكانك يا سعيد، وبالقهوة عندكم يا ست وردي، وعرف بموضوع اللايحة، بده إياكم ترفضوا تمضوا. لا يا أمين، كيف برفض طلب الست مي؟ سعيد معه حق. بيت منعم وبيت فهيم وافقوا ما يمضوا، ورح يقبض كل واحد منهم 1000 ليرة من إبراهيم بيك. رح تكون حصة كل واحد بيرفض التوقيع. خبري جوزك يا ست وردي. بلازم 1000 ليرة مبلغ حرزين. الشغل سنة بكاملها. سمير اشترى 5 تفاحات، اكل 2 واعترض وحده، فكم هالدروس سهلة وما بتحتاج تحضير. مرحبا استاذ فؤاد. انا رح اقدم لك خدمه صغيره وحل محلك بتحضير دروس الحساب للانسه امال. كنت عم اقول للاستاذ فؤاد انه هالدروس سهلة وما بتحتاج تحضير. شكرا على كل حال. شكرا استاذ فؤاد، بالاذن. امال. نعم. انا رايح غرفه المعلمين، ما زال معدتي بحاجه لإلي. عن اذنك، عن اذنك استاذ. اذنك معك. امال، بعرف اني زعلان مني كثير وهذا الموضوع مضايقني. انا ما قصدت اجرحك. فشيت خلقك فيي لسبب من الاسباب بدون ما تهتم اذا كان هالشي بمس كرامتي او بيجرح شعوري. انا اخر شيء فكر فيه هو جرح شعورك. انا بحترمك كثير وانت بتعرفي هالشيء. ارجوك اقبلي اعتذاري، انا كنت معصب هذيك اليوم وما قصدت اللي قلته. وش اللي بيقول لي اني ما رح انهان كل مره بتعصب فيها؟ لا يا استاذ عماد، زميلتنا مهمه بالنسبه لي، بس كرامتي اهم. أمير الداير يارا. ابراهيم بيك، شو عم تعمل هون؟ ولو جاي يزورك ويطمن عليك. زعلت كثير كثير لما عرفت بالخبر. بالحقيقة أختك مي ست غريبة الأطوار. ابراهيم بيك، ما رح تقنعني بس انه جاي تزورني. زيارتك وراها شيء. شو هو؟ هيئتك شاب ذكي وأكيد إننا رح نتفق. على شو؟ شوف يا نبيل، بس تطلع من الحبس راح يكون ناطرك مبلغ 10,000 ليرة هدية مني إلك خاص ناس، بالإضافة لحصتك من حق المدرسة يلي راح اشتريها بمبلغ 500,000 ليرة إذا قدرت تتمم صفقة بيع المدرسة. هيدا كل شيء. وليه بدك تدفع حقها هالمبلغ وهي بتسوى ربع هالقيمة؟ لا، المدرسة ما بتسوى 100,000، مشان هيك لازم تستغل الفرصة لأني محتاجة هلا، بعد شوي ما بتعود تسوى شيء بالنسبة لإلي. وماي رفضت هالمبلغ؟ ماي بترفض أي اقتراح بقدمه لأني أنا قدمته بس، بدون ما تعمل حساب لمصلحتكم ومصلحة ولادها، لا بل رح تخرب لكم بيتكم بالتطورات والتحسينات اللي عم بتنفذها بالمدرسة. مثل ما انك شايف أنا بالحبس، ما فيي أتحرك. الأمر يا نبيل بيحتاج لشوية ذكاء مش لحركة. خاطرك وما تنسى ما رح أنطر لوقت طويل. سمعت؟ 10,000 ليرة لإلي وحدة، من عاد حقي من المدرسة. لازم تعمل شيء. شو فيي أعمل أنا وهون؟ كل همها لا أطلع من الحبس. ما بتقدر تعمل شيء بالنسبة لهالموضوع. على القليل اعمل شيء ليكون هالمبلغ بانتظارك لما تطلع من الحبس. كيف؟ أنا بقول لك كيف.
رح يكون درس لاختك ما تنسى كل حياتها. ليه رجعت؟ التقيت بفهيم ورفض يمضي. رفض؟ ليه؟ رجعت التقيت بمسعود يلي مضي، قال لي انه فهيم رفض يوقع لانه ابراهيم بيك قدم 1000 ليرة لكل واحد بيرفض يوقع. الحقير. هو حقير مفهوم، بس فهيم صدمني، ويلي عم بيدير العملية وينفذ أوامر إبراهيم بيك أمين بيو العزيز يلي قررت كرماله وتستعجلي بمشروعك. معقول يفضل مصلحة إبراهيم بيك عن مصلحة ابنه؟ لازم تتحضري لصدمات أكبر من هيك بالأيام الجاية، لأنه في ناس تضعف قدام المال. رح أعرف كيف وقف الحقير عند حده. شوفكم بعدين. هي ما كبير عليكي. يمكن، بس حلو وغني وعايش بقصر. قصر؟ محظوظة. القصور ما بتأمن السعادة. مسير زياد فاجأتني، شو عم تعمل هون؟ ناطر من ضيعتي الحلوة تعزم على الغدا. يا ريت، بس ما فيي، لازم امرق عند نبيل. طيب من اجل المشروع لبكره؟ فيك تيجي قبل هالوقت؟ الساعة 2 منيح؟ كثير منيح. شوفك بكره. رح اترك هون قدام باب الجامعة. كيفك خيي؟ عرفت بعرض ابراهيم بيك؟ ما تتعب، ما رح تبيع. قد بتكوني جاي بخبر حلو؟ جاي بخبر، ما بعرف إذا حلو بالنسبة لك. شو؟ عليا بتسلم عليك. عليا؟ ايه. عرفت اني بالحبس؟ أكيد، كل أهل الضيعة عرفوا إنك بالحبس، ما انكتبت بالجرايد. والخبر من عليا؟ ايه. وغير انه بتسلم علي؟ ايه. شو؟ قلت لك إنها بتحبك. ايه بنات الضيعة ورومانسيتهم. يعني ما بهمك الموضوع؟ وليه بده يهمني؟ لكن ما في زوم ارتيكل مكتوب. من عليا؟ ايه. اعطيني اياه. لشو؟ ما زال ما بهمك أمرها. بلا تقلدان، اعطيني اياه. إذا بدك بنطر لتكتب لها جواب. ايه، لأنه ماني فاضي أنا إلى المكاتيب الغرام. يمكن تكون ناطرة جواب. رح تنطر كثير. الحب تزورك. لا، ما بدي إياها تزورني. ليه؟ هيك. قليلة فيها تبعت لي المكاتيب. بتسليني. بس تشيل فكرة الزيارة من راسها. وين البيك؟ ماي نورتي البيت. ابراهيم بيك، انت انسان حقير، وحقارتك رح تنقلب عليك بيوم من الايام، ورح يكون يوم المنى بالنسبه لإلي. اما يوم المنى بالنسبه لإلي رح يكون اليوم اللي رح اتجوزك فيه. ومفكر انه لعبتك رح توصلك لهاليوم؟ انا عم بعمل هالشي كرمالك، بدي اياكي تعرفي الناس على حقيقتهم. هودي الناس اللي عم بتضحي بمالك وتعبك كرمالهم باعوكي بارخص ثمن. 1000 ليرة منه ثمن رخيص بالنسبة للفقراء والمساكين، انت عم تستغل نقطة ضعفهم. هيدي شطارة مش حقارة. هيدي احقر من الحقارة. ليما بتبيعي هالمدرسة وبتحطي الثروة بجيبتك وتفكري بأنوثتك وجمالك. العمر قصير يا مي، والجمال ما بيدوم. ابراهيم بيك، اسمع اللي بدي اقول لك اياه وحطه براسك نهائيا. مدرسة المعلم ما رح يكون مصيرها مثل مصير بيته طالما في دم عم بيجري بعروقي.
فعمول بنصيحتي ووفر مصريتك. ما راح خليكي تنفذي مشروعك لو حطيت ثروتي كلها. ما علمتك الايام انه حربك ضدي نتيجتها خسراني سلف؟ لا، والدليل انك ببيتي. انا جاي انصحك تمتزت مصريتك من الشباك لانك ما رح تقدر تمنع المشروع. ما خلص يا مي، منعت المشروع وانتهى الامر. لا، ما انتهى الامر يا ابراهيم بيك. انا بعد ما قلت كلمتي، والاهانه اللي وجهتها لناظر مدرستي اعتبرتها موجهه ضدي وما رح اغفر لك اياها. مي، جوزيني، مستعد افرش لك الذهب لتمشي عليه. ممنونتك يا بيك، ماني مزعوجه من المشي على الارض. ما صدقت عيوني بس شفته، حسيت قلبي رح ينط من مطرحه. بستغرب هالتصرف منه. ليه؟ اكيد بعجبه. ايه بس مش مبين من النوع اللي بيتحمل مشقة مشوار طويل علمتيني بس ليعزم بنت على الغدا. منشان هيك انبسطت، اكيد بعجبه كتير تيتصرف هيك. ما هيك؟ يمكن بعد ما رجعت لماما؟ لا نادر، هيدي رابع مرة بتسأل فيها عن امك، قلت لك فوت على اوضتك. نادر، امك عرفت انك نجحت، النتائج بتمروا عليها قبل ما توصلكم. وبركة ما مرقت عليها هالمرة؟ انا متأكدة انها عرفت. وليه بعد ما رجعت؟ نادر على اوضتك. قلت يمكن. سمر، الزلمة اكبر منك ب 15 سنة على القليلة. لا على الكثير. وهالفارق قليل بالنسبة إليك؟ ما بيهمني، مش قادرة امنع نفسي من التفكير فيه. هيه روقي، القصة مجرد دعوة على الغداء. بعرف، بس ما بحياتي حسيت هالشعور مع غيره. ولا مع وائل من خالتيك؟ هيدا المتزمت المغرور. ما كان هيك بالنسبة إلك بالماضي. كنت صغيرة، تغيرت أمور كثيرة من وقتها. سمر، وائل بحبك، بس أنا بطلت حبه. واحد متعصب محدود، عقليته ضايقين. بلا ما نحكي عنه هلا. بتفضلي نحكي عن زياد؟ ما في مجال للمقارنة بين زياد ووائل. وائل ما بيملك قصر ولا سيارة فخمة. زياد شاب حلو كمان وشاعر. سمر، أنا مش مرتاحة لهالقصة. ليه؟ لأني مستغربة تصرفاته. أنت وتحليلاتك، تصرفات حبيبك عماد أفضل؟ شو رأيك فستان الأزرق؟ حلو. لا، بدي فستان يوحي بالنضوج أكثر. مرحبا. مرحبا. وينه؟ زهية بعتت خبر انها رح تبقى عن بيت اهلها لانه امها مريضة. امي راحت تزور تمينة، وام حبيب عم ترتاح باوضتها، ونادر هلكنا وهو يسألنا عنك. بعرف. مساء الخير. ماما عرفتي؟ طبعا، وانا فخورة فيك. صار في العب بالطابة؟ اذا ما كانت رح تلهيك عن درسك. بوعدك ما عملتها. طيب روح العب بالطابة. وفي العب حوالي القصر، عمو زياد وافق. لانه مهذب، بس نحن كمان مهذبين وبنعرف انه ما لازم نزعج حدا، وبعدين القصر بعيد عن البيت. ما كنا نلعب دايما هونيك انا واصحابي. بالصيف كنتوا تلعبوا بحراسة زهية، ولا زهية مش هون. بس ترجع منشوف. يلا الطابة ناطرتك، روح. وين سهى؟ راحت مع امي. خلصت درسها؟ قالت بتخلصهم بس ترجع. امال، امل، كنت لما اوصل على البيت اطلع بوجهك لانه كان الوحيد اللي يبتسم لي. شو اللي تغير؟ مشي. بلا تغير شيء بدي اعرف شو هو. ما بظن انك رح تحبي تعرفي. امل، انت كنتي احب انسان على قلب كمال، حتى من بعد ما صار عنده اولاد. بقية سعادتك ومستقبلك هاجس بالنسبة له، وأنا بحرص عليهم. وحرصك هو سبب اللي عم تعمليه تبعدي عماد عني على ما أظن. أنا عم ببعد عماد عنك؟ من وين جبتي هالفكرة؟ إذا كنت ما بحكي فهيدا ما بيعني بإني بسيطة ومش عم بعرف باللي عم بدور بيناتكم.
بس انا ما بلومك، انت ست حره ومن حقك انك. بكفي. هيدي امك اللي عم تزرع لك الافكار براسك. انت ما بتملكي هالمخيله الخصبه. بس بملك عينين بتشوف. رغم كل المظاهر اللي خلتك تشكي فيي، بدي اياكي توثقي اني ما عملت ولا رح اعمل اي شيء بيأذيكي. بتأذيني قصتك معه لاني بحبه. بعرف انك بتعرفي، بس شو رح تعملي كرمال هالوضع؟ انا للاسف ما في اعمل شيء. بلا فيك تبعدي عن طريقه اذا كان ما بيعني لك شيء. عماد صديق عزيز مش اكثر. لا، عماد اكثر من صديق، وتصرفاته كل تصرفاته بتدل على هالشيء. ومع هيك انا مصره اني ما في اعمل شيء. وانتبهي لانه بلشتي تحكي حكي ممكن تنتبه عليه بعدين. امال انت وحدك فيكي تعملي شيء. سؤال حقيني على اوضتي. شو بكي؟ ليه عم تبكي؟ شو قالت لك؟ مشي. وين كنتي؟ مع ستة. وين؟ عند بيت منصور. وبيت منصور عندهم بنت من جيلك؟ لا. شو كنتي عم تعملي عندهم لكن؟ كنت مع ستة. درسك ونجاحك أهم من زياراتك مع ستك. نجحت. وهيدا بيسموه نجاح؟ تنجحي على نقطة وحدة بس. أنت حفيدة المعلم اللي لازم تكون مثال لكل التلاميذ. ستة انبسطت بنجاحي، بس أنت ما بيعجبك شي بعمله. ستك حرة، بس أنا بطمح إنه بنتي تكون أحسن من هيك بكتير. من أمتى أنت بتهتمي فيي؟ من أيمتى ما اهتميت فيكي؟ بحياتك ما اهتميتي فيي، ما بيهمك إلا نفسك والمدرسة. أنا ما حدا بيهتم فيي إلا ستة. حتى بيي تخلى عني. بيك ما تخلى عنك بإرادته. هيدي إرادة ربنا. هيدي إرادتك أنت اللي قتلتيه. أنت اللي كنت تعذبيه مثل ما عم تعملي فينا هلا. هو ما تحمل. شو عم تحطي لي براسك هل شو؟ ستي أفضل إنسانة بالدنيا والوحيدة اللي بتحبني وبتهتم فيي. ليه عم تحكي عنها هيك؟